قصة مرعبة من قلب الهرم. شقة كل اللي دخلها عمره ما خرج زي ما دخل. لو قلبك جامد دوس لايك واشترك عشان نكمل الحكاية. من بعد ما الشقة فضلت فاضية فترة طويلة، البواب كان دايما يحكي إن النور اللي جوه بيشتغل ويطفي من غير ما يكون حد فاتح العداد. وفي يوم جم 2 رجالة غريبة أشكالهم، قالوا إنهم مستثمرين وعايزين يشتروا الشقة ويأجروها. أول ما دخلوا، البواب بيقول إنهم قعدوا جوه أقل من نص ساعة، وبعدها خرجوا وشوشهم مصفرة كأنهم شافوا موت بعينهم، وقالوا له دي مش للبيع، إحنا غلطنا إننا فكرنا ندخل. فضلت الشقة مقفولة لسنين، لحد ما جت فترة في آخر التسعينات مجموعة شباب من براها الحتة سمعوا إشاعة إن في شقة مسكونة، وقالوا يجربوا يدخلوا يتسلوا. الجيران شافوهم وهم طالعين السلم بالليل ومعاهم كاميرات صغيرة عايزين يصوروا. ال3 دخلوا الشقة وما خرجش منهم غير واحد بس مع الفجر، مرعوب وصوته بيرتعش بيقول هي مش فاضية، في حد جوه، في حد ماسك صحابي. وبعدها اتنقل المستشفى ودخل في صدمة عصبية ومتكلمش تاني لحد النهاردة. الشرطة فتشت الشقة بعد الحادثة وملقوش أي أثر للولدين اللي دخلوا معاه، بس الغريب إنهم لقوا الحيطان متخربة كلها بكلمات غريبة محفورة كأنها معمولة بمسامير، وكلمة واحدة بالعربي واضحة جدا: ارجع. ومن وقتها بقت الشقة لعنة. أي سمسار يحاول يعرضها يتلخبط في الكلام أو يسيب الشغل خالص، لدرجة إن واحد من الجيران حالف إنه شاف نور الشقة منور ورا الستارة في حد واقف بيبص لتحت للشارع، مع إن المفاتيح كلها مع صاحب العقار. والأغرب إن في أوراق قديمة طلعت إن العمارة نفسها اتبنت مكان فيلا قديمة اتحرقت بالكامل في السبعينات. واللي عاشوا وقتها بيحكوا إن جوه الفيلا حصلت جريمة قتل بشعة والضحايا محدش لقاهم. الناس ربطت بين الحريق القديم وبين اللي بيحصل في الشقة لحد النهاردة.